السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود العراقي من قناة جاست 5. الحلقة دي من الحلقات المميزة جدا والمحببة إلى قلبي، لأن فيها 5 تعبيرات شائعة جميلة جدا بتعبر بيها عن بعض المواقف أو بعض المشاعر زي الحكم والأمثال. وزي ما قلنا قبل كده في بعض الحلقات إن التعبيرات ما ينفعش أخدها بالمعنى الحرفي، ولكن بيكون ليها معنى خفي. طيب علشان نعرف ونتعلم ونحفظ التعبيرات دي، هطلب منكم قبل ما نبدأ فضلا لا أمرا ندعم يا جماعة المحتوى المفيد علشان ينتشر ويكون ليه الأولوية على اليوتيوب، بلايك وسبسكرايب وشير وكومنتس، وبلاش تكسل تكتب تعليق علشان يكون في تفاعل على القناة. وما تنساش كمان تفعل جرس التنبيهات وتخليه على الكل علشان أي حاجة تنزل على القناة توصلك إن شاء الله أول بأول. يلا نبدأ على طول، يلا بينا. Actions speak louder than words. 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 الجملة الأولى بتقول Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. الجملة معناها الأفعال أفضل من الكلام. المعنى الحرفي ليها إن الأفعال بتتكلم بصوت أعلى من الكلام. طبعا ده تعبير بنقوله لما حد يكون بيتكلم بس عن أحلام وطموحات من غير ما يشتغل ولا يجتهد في أي حاجة، عايز النجاح يجيله لحد عنده أو أحلامه تتحقق وهو بيتكلم بس. وطبعا في بعض الأحيان التعبير ده ممكن يكون في موقف تاني خالص، كأنك بتوجهه لشخص بيتحداك مثلا فتقوله بثقة مش عايزين نتكلم كتير، هتشوف أنا هعمل إيه، وكأنك بتثبت له شيء بالفعل مش بالكلام. Actions speak louder than words. الأفعال أفضل من الكلام. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Actions speak louder than words. 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 All good things come to those who wait. Good things come to those who wait. All good things come to those who wait. All good things come to those who wait. All good things come to those who wait. Good things come to those who wait. All good things come to those who wait. All good things come to those who wait. All good things come to those who wait. Good things come to those who wait. All good things come to those who wait. All good things come to those who wait. الجملة التانية بتقول All good things come to those who wait. All good things come to those who wait. الجملة معناها كل الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون، اللي هو معناها اللي يصبر ينول. وده مثل أو حكمة بنقولها للناس اللي ما عندهاش أي تحمل ولا أي صبر على شيء معين، مستعجلين دايما الحصول على الأشياء والنتائج. فتقول له اللي يصبر ينول الخير. All good things come to those who wait. كل الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون. تعالوا نرجع نسمعها تاني. All good things come to those who wait. Good things come to those who wait. All good things come to those who wait. All good things come to those who wait. Better late than never. Better late than never. Better late than never. But better late than never? Better late than never. Better late than never. Better late than never. But better late than never? Better late than never. Better late than never. Better late than never. But better late than never? الجملة التالتة بتقول Better late than never. Better late than never. معناها أن تأتي متأخر أفضل من ألا تأتي أبدا. كنت موعد حد وتأخر عليك مثلا، فتقول له أنت جيت متأخر بس أحسن من إنك ما كنتش جيت خالص. أو مثلا ممكن تقولها في وقت كان خير جايلك بس الخير ده اتأخر شوية، زي رزق مثلا أو شفاء من تعب، ربنا يحفظكم جميعا. فإنه مجرد إنه يجي حتى لو متأخر أفضل بكتير طبعا إنه ما يجيش خالص. Better late than never.
أن تأتي متأخر أفضل من ألا تأتي أبدا. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Better late than never. Better late than never. Better late than never. But better late than never. It's not rocket science. It's not rocket science. Not rocket science. Not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. Not rocket science. Not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. Not rocket science. Not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. الجملة الرابعة بتقول It's not rocket science. It's not rocket science. معناها إنها ليست أو إنه ليس علم الصواريخ. دي بتقولها لحد مستصعب شيء معين إنه يعمله، زي مثلا واحد مش عارف يركب لمبة مثلا فيقولك أنا هجيب كهربائي. أعتقد كلنا عادي ممكن نغير لمبة مثلا بسهولة، الموضوع سهل مش علم صواريخ. وهكذا تقدر تستخدم التعبير ده في أكتر من موقف للتعبير عن سهولة أمر معين وحد بيحسسك إنه صعب جدا إنه يتعمل، فتقوله It's not rocket science. إنه ليس علم الصواريخ. تعالوا نرجع نسمعها تاني. It's not rocket science. It's not rocket science. Not rocket science. Not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. Bird in the hand's worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush? A bird in the hand is worth two in the bush. Bird in the hand's worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush? A bird in the hand is worth two in the bush. Bird in the hand's worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush? A bird in the hand is worth two in the bush. الجملة الخامسة بتقول A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush. معناها عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. طبعا ده مثل أو حكمة كلنا عارفينها وبنقولها دايما في موقف خايفين فيه إن حاجة لو استنينا عليها فترة طويلة ممكن تضيع مننا حتى لو هتكون مستقبلا أفضل. يعني مثلا في وظيفة ممكن تحصلها دلوقتي حالا وضامنها، لكن في حد يقولك ممكن لو استنيت شهر أكيد ممكن تلاقي وظيفة أفضل، ففي مننا ممكن يغامر ويستنى، وفي بعض الأحيان الكلام ده مش غلط. وفي مننا برضو اللي ممكن يقول أحصلها دلوقتي أفضل من أنا استنى وتضيع مني حتى لو هيكون أفضل، بس دلوقتي شيء مضمون. فوقتها بتقول عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. A bird in the hand is worth two in the bush. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Bird in the hand's worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush? A bird in the hand is worth two in the bush. تعالوا بقى نرجع نسمعهم كلهم تاني، نراجعهم وندرب نفسنا عليهم. يلا بينا. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words? Actions speak louder than words. All good things come to those who wait. Good things come to those who wait. All good things come to those who wait. All good things come to those who wait. Better late than never. Better late than never. Better late than never. But better late than never. It's not rocket science. It's not rocket science. Not rocket science. Not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. A bird in the hand is worth two in the bush? A bird in the hand is worth two in the bush. Bird in the hand's worth two in the bush. دلوقتي ميعادنا مع الهومورك، وهم فقط جملتين من مشهدين عايزكم تسمعهم كويس جدا، وعايزكم تكتبوا لي في الكومنت سمعتوا ايه حتى لو كتبت غلط. I've never been so insulted. I've never been so insulted. I've never been so insulted. I have never been so insulted. I've 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 never been so insulted. I have never been so insulted. I've 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 never been so insulted. I have never been so insulted. I've never been so insulted.
So far, so good. So far, so good. So far, so good. Far so good. So far, so good. So far, so good. So far, so good. Far so good. So far, so good. So far, so good. So far, so good. Far so good. وبكده خلصت الحلقة. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تستفيدوا أكتر وأكتر في قناة جاست 5. وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل الحلقات اللي جاية. كان معكم محمود العراقي من قناة جاست 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.